مجرد أن تلقى رجلا أعمى، مجرد أن تأخذ بيده لتعبر به طريقا من الطرق العامة، هذا عمل والله العظيم قد يدخلك الجنة مع توحيدك كأصل، والله قد يدخلك الجنة. والله العظيم قد تحمل غصنا في الأرض يؤذي المسلمين في مشيهم في رواحهم وغدوهم، والله قد يدخلك رفعك لهذا الغصن الجنة. يا شيخ ما تكبرش المسائل كده. غصن مرمي في الأرض أشيله من الأرض أبعده عن طريق المسلمين يدخلني الجنة؟ أيوة يدخلك الجنة، أيوة يدخلك الجنة، بس اصدق. معاك دليل على كده؟ أيوة معايا دليل. ده كلام البشير النذير، والحديث في أعلى درجات الصحة في صحيح مسلم وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن فقال: لأنحين هذا، أي الغصن، عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. يا الله، فيها ايه دي؟ قضية يعني قد يستهين بها جل الخلق. غصن شجرة في الطريق، الرجل مر وجد أن هذا الغصن قد يعوق سير المسلمين، قال لا أنزل أبعد الغصن ده، أنحي الغصن ده عن طريق المسلمين، لأنحين هذا الغصن عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. يقول المصطفى: فأدخله الله الجنة في غصن. فما ظنك بمن يلقون الحجارة والأغصان والقاذورات والنجاسات والمهملات والمخلفات أمام بيوت المسلمين وفي شوارع المسلمين، ثم تزداد الكارثة. ما ظنك بمن يصرفون المخلفات، مخلفات البيوت أو ما يعرف بالصرف الصحي، في النيل، في مياه النيل،